مساء الخير. طبعا يا جماعة، الموهبة نعمة، يعني تخليك تحس انك الشخص السوبر هيرو على من حولك. عموما اخوكم بالمواهب ما فيش صفات، ما فيش مرحميني، جمع ما بين الفن والغناء ولا لا حول وركوب الخيل. المهم عموما بيوم من الايام كذا وانا افكر مع نفسي قلت لابد ما افيد المجتمع اللي حولي بالفن اللي امتلكه والمواهب، موهوب. فكذا وانا افكر قزع طريقي كذا وشفت مجموعة من الشباب عمال يتصايحوا على فلوس داخل أرضية. فقلت بس حبيبي، حقي هنا، الحاجات هذه حقي، ضروري ما استخدم أساليبي الفنية لحل النزاع. وفجأة حمود الخضر اللي داخلي، ما ادري انه حمود الخضر انه حمود السماء، ايش بالضبط اللي صحيح. عموما دخلت لبينهم واغني: لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا. والكل تفاعل معي. قلت والله انه في ناتج من الفن بحل النزاع. والكل يغني: لا 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 تتفاضل الهانا، شو قعلك صبانا، ما تعبتش مثلنا، وعيونك ما تشوف الا النور، ما فيش كريك ولا بريد الا قرح في ظهري. اخوكم تصبن هذيك اليوم ولا البيت ولا روحت البيت. وانا كذا داخل الحاره اسمع اصوات غريبه من بيتنا، خبط، زباط ابواب. قلت الوضع مش طبيعي. فكذا قربت الباب ودخل راسي اشوف ابي يخرج قري من المطبخ وقال ورقه تخبي، وامي بعده بالبيلم. البيلم طبعا هذا يستخدم، المخدش يستخدم في المشاكل الاسريه غالبا، ونادرا ما يستخدم بالخبز. عموما ابي اجت تخبي ورقي طبعا، ها. فامي خرجت معصب وفي صحن طائش من حيث لا تعلم. اخوكم موهوب ولا لا؟ فاول ما شفت الصحن دنيت وسمعت القرحه ورقي دب، ونسيت انه بورقي. لما طار النظاره، ومن هنا بدا القصف العشوائي، وعيونك ما تشوف الا النور. دش قح بوم، لما تكسر البيت كله. فقلت انا بدل ما تجيب ملعقه تجيب اقلي، ملعقه طائش وكذا، قلت بنسحب. وسويت الانسحاب التكتيكي للدم المكسيكي وخرجت. فنزل وفد من الجيران بحيث انه يهدي النزاع ويسحب المعدات من مخادش وملاعق وصحون وهذا، ويخرج امي لبيت جدي. قلت برجع اليوم الثاني. رجعت اليوم الثاني، واول ما دخلت البيت كذا: ابي محمد احتاجك بموضوع. قلت بسوي نفسي الرزين: معلش يا بقى علي اليومتين هذه انضغاطات لو سمحت، مشغول. قال لي تتهابل يا روح امك، ابوك واحتاجك بموضوع. قلت له طيب يا بابا تفضل. قال لي امس حصلت مشكله زي ما انت عارف، وامك حانقه الان واشتي اجري اراجع واجيبه من بيت جدك. قلت له هو طيب ايش الجديد يا بابا؟ امي دائما تحنق، يعني روح وراجعها ورجعتها. طيب. قال لي لا بس هذه المره الوضع متوتر، وقد رحت من امس 47 مره ورفضونا. قلت له خلاص ابا، عزة نفسك فوق كل حاجة، ضروري ما تكون ثقيل وقوي شخصية، وبكرة نروح نغلق 48 مرة وإن شاء الله خير. فقررت أكتب قصيدة لجدي اللي تخلوه يجي شو الباقي العفش حق أمي ما يرجعش. ناوي أنكب أبي نكبة محترم، وعدنا بيزوجنا يا جماعة، ولحد الآن أخوكم سنجل. عموما قلت من شان إخواني لا، ضروري ما أحكم ضميري وأدخل بالجانب الفني وأحل النزاع. رحت انا وابي لبيت جدي وجلسنا من الساعه 2 للساعه 6 ندقدق، والحمد لله ما حد فتح لنا. فمسكت برضو ابي على جنب كذا وقلت له شوف يا ابا، عزة نفسي هنا فوق كل حاجه، انا ما يرضي ليش كذا. قال لي اكيد طالع لابوك. قلت له خلاص نصبر لما الوضع كذا شويه يظلم، ونقفز من فوق السور ندخل لداخل ونحطهم بالامر الواقع. قال لي زي فكرتي. انطلقنا، قفزنا من فوق الحوش، دخلنا لداخل هم كذا متجمعين، حطيناهم بالامر الواقع. فشاف لي جدي كذا بعين الخبث: ايش جابكم يا وقحين؟ انا عملت حقي الانسحاب برضو التكتيكي للدم المكسيكي. قلت له يا جد انا اجيت اتعشي وازور امي، شوف ابي ايش وضعه، ابي تفرق لي وقت البيع والشراء حقك هنا، خارجنا من اللي نحن فيه بو. قلت له بتزوجنا؟ قال لي ايوه. خلاص اخوكم هنا صح الضمير الوطني اللي عنده، ضروري ما نوحد بين ونلم الصف. قمت اقتلب قيس بن الملوح عن تري بن شداد بكتب قصيدة لجدي. عموما كانت مطلع على القصيدة: جدي يا جدي يا من سكنت الحشاء، أنا وأبي وأخوتي من يوم ما حين قموا إحنا بلا عشاء. جدي تقطع قلبه قليل والوضع كذا أوكي. قال شو أمكم روحوا. بس حبيبي أبي يتجمل مني قشنا، جلست أسبوع ما خرجش الكدافة، هيبة صح فن. المهم بعدين وإحنا مروحين البيت كذا خلاص، فجلست أفكر مع نفسي: طيب الفن له دور
ببناء السلام ولا الفن ما لهش علاقة؟ طيب المرة الأولى رحت بحل النزاع ومدري إيش وكذا، إيش هذا؟ إن أنا بحل النزاع هناك ففشلتوا وضربتوا. المرة الثانية كانوا الأمور طيبة وروحتم البيت. الحين كيف؟ الفن له دور بتعزيز السلام ولا ما لهش علاقة؟ نترك القرار للمتناظرين، خليكم معهم.